انا كنت عايز اسال الفرق بين الرايدر بلجن اللي امم انت كنت بتقول عليه من شويه اوكي والكمبريسور. اوكي. الرايدر بلجن ما فيهوش اتاك وريليز، هو بيعملهم من نفسه. يعني بيبقى عنده كنترول ان هو يفهم سرعه الحاجه اللي انت بتشتغل عليها. بعضهم بيكون فيه زرار سبيد عشان عمليه الرايد يعملها بشكل قد ايه. انت عارف الرايدر ده عامل زي ايه؟ مم. كأن احنا اولد سكول. كانوا زمان لما بنخلص الشغل بنطبعه على بكرتين، تمام. فعلى البكرتين دي مثلا بنسجل حاجه سيمفونيك، ودلوقتي هيعملوا صوت عالي جدا، والواد بتاع التايكو ورا هيضرب بالعصايه كده فالدنيا تبقى وبنسجل. فكان ساعتها على الميكسر بيبقى فيه 2 أو 3، كل واحد ماسك سيكشن معين. فكان اللي بيبقى ماسك سيكشن الدرامز ده البكرتين بيلفوا بيسجلوا الصوت في الوقت الحالي، مفيش كمبيوتر. بيجي على الحته دي ويقوم موطي سن، مم. وبعدين يرجع تاني. مم. لازم التايمنج بقى بتاعه يكون مظبوط. يعني ما ينفعش يوطي هو وينسى بقى مم. يرجع التراكات تاني لاصلها. تمام. فحته الرايدر لو انت مش شاطر قوي في الكمبريسور هتدي لك نتائج اسهل، وبس هتحتاج تركز مع حته الريليز ان هي ما تعملش بامبنج. يعني ما تخليش الصوت يطلع في نص ما هو شغال. ما هي بتوطي وبتعلي اه. زي الكمبريسور، بس هي طول الوقت هتلاقيها بتتحرك. ركز في الزرار سبيد ان الحركه دي تبقى ماشيه مع الحاجه. يعني لو واحد بيراب تلاقي الفيدر اللي جوه الرايدر بيعمل كده مع سرعته، واحد بيتكلم بالراحه تلاقي الفيدر بيعمل كده. ما يكونش واحد بيراب وتلاقي الرايدر بيعمل كده، ده غلط، لانه معناها مش بيتحرك سموز معاه. يبقى ساعتها انت محتاج تراجع بس الزرار بتاع السبيد. مفيش اتاك، مفيش ريشيو، مفيش الحاجات دي كلها. مم. بس ده الفرق الجوهري ما بين الكمبريسور وما بين الرايدر.